سلام البنات، واش راكم؟ شحوالكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير. اليوم راح ندير معكم وصفه اقتصاديه وسهله وفي نفس الوقت بنينه بزاف، وراح تعجب ولادكم العائله تاعكم كامل. كما راكم تشوفوا هنا عندي راس شوفلور كبير، غسلته مليح وطيبته في الماء والملح ورحيته. هنا عندي 4 بيضات، عندي شويه ملح. وهنا البنات ما تنساوش الشوفلور راهو طاب في الملح، ما تكثروش الملح بزاف. ندير هنا البيض تاعنا 4 بيضات، شويه في ملح، شويه فلفل اسود، و3 مغارف كبار فرينه، ونخلطوهم مليح حتى يتجانسوا الخليط تاعنا. وهنا نروح نجيب ليمون، هذو الليمون، المول العجيب، ميني مول العجيب، الحجم تاعو صغير ويجي الشكل تاعو هايل. هنا نحكم ندهنهم مليح بالزبده ونزيد لهم الفرينه ونبدا نحشي فيهم. هنا يا البنات ما تدهنوهمش بالزيت، دهنوهم بالزبده. كي تدهنوهم بالزيت وديروا الفرينه راح يلصق لكم. دهنوا بالزبده والفرينه وعمروا ليمون تاعكم حتى الفوق مليح، ولوحوهم يطيبوا في الفور حتى يتحمروا مليح من التحت ومن الفوق، ونجبدوهم. شوفوا هنا كيف جا الشكل تاعهم. هنا نحيو بشويه، هنا راهم يتنحاو في ساعه ما يلصقوش. كي يلصق لكم هكا غير شويه نحيوه شويه بالموس وخلاص. شوفوا هنا كيف راهم يتنحاو كامل في ساعه يهبطوا. ادهنوا برك ليمون تاعكم بالزبده والفرينه. هاهم الحبات تاعنا كيفاه جاو. هنا البنات انا راح نحشيهم بالفرماج، فرماج عادي الابيض، وحبات وبطاطا صغيره نخلطهم مليح ونحشي بهم الحبات تاعنا. هنا ما كاش اللي ما يحبش الفرماج والطون، كامل الناس يحبوهم، الكبار الصغار. حشوه بنينه. انا نخلط الخليط تاعي مليح كما راكم تشوفوا، ونروح نجيب لابوش ادوي ونعمرها ونحشي بهم الحبات تاعي. شوفوا هنا كيفاه يجيو ساهل، ما يديش الوقت. شوفوا هنا الشكل، كل واحد كيفاش يحب يشكله. شوفوا هنا كيف حشيتهم في النص، جا شكلهم روعه. هاوليكم الطبق تاعنا كيفاه جا بزاف بنين وجا هايل الشكل تاعو. هنا انا رافقته بالفريت، نتوما تقدروا ترافقوه بلاصوص بلانش والزيتون. ودوكا حبيباتي ما بقى لي غير نقول لكم الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.